الحدوته بتبدا مع بنت اسمها كلاودين. كان في ملعب تزحلق وبتعمل حركات بلوح التزحلق بتاعها وبتبهر كل اللي كانوا في الملعب، ومحدش توقع ابدا ان البنت هي اللي بتنفذ الحركات الخطيره دي، غير لما فجاه ولد من الموجودين بيخبط فيها وبيوقعها على الارض وبياخد منها لوح التزحلق. في اللحظه دي كل اللي بيشوفها بيصرخوا لانها مش بنت عاديه، دي نص مستذئبه، وكلهم بيفتكروها وحش. بيجروا بعد كده وراها وبيطردوها في الغابه بعد لما كلهم كانوا منبهرين بيها وبيشجعوها، دلوقتي بقى بيطردوها. تسمعهم ساعتها هم بيقولوا عليها انها حيوانه ومتوحشه وشكلها مرعب، بس كلاودين بتستخدم قوتها وتطلع تستخبى على شجره قبل ما حد يشوفها لغايه لما الدنيا تهدى شويه وما يبقاش في حد بيدور عليها. بعدها بشويه ترجع بيتها جري وهي عماله تتلفت حواليها وخايفه ان حد يشوفها. تدخل بعد كده البيت من البلكونه بتاعت اوضتها وتنزل تطمن على باباها اللي هو اصلا انسان عادي جدا، وبتتفاجئ كلاودين ان باباها عامل عيد ميلاد على الضيق عشان يحتفل بيها، وعامل لها بقى تورته ومحضر لها هديه، فاهم انت كده، عشان يبسطها ويحسسها قد ايه هو بيحبها. وفعلا كلاودين بتفرح جدا بالهديه دي، بس ساعتها بتفاجئ باباها بجواب قبولها في مدرسه ثانويه الوحوش. في الاول ابوها بيرفض جدا لان هو خايف عليها ولانها مش وحش مستذئب كامل، لان نصها انسان ونصها مستذئب، والمدرسه دي صارمه جدا اتجاه البشر العاديين لان هم بيعتبروهم تهديد ليهم مش العكس. بس كلاودين ساعتها بتقنعه وبتخليه يغير رايه لما بتقول له انها مش حاسه انها بتنتمي لعالم البشر، وانها مش تفضل طول عمرها مطارده كل ما حد يعرف حقيقتها يطردوها ويرعبوها بالشكل ده. وبتقول له انها راجعه البيت متاخر عشان هم كانوا بيطردوها طول اليوم اصلا، وكمان بتقول انها نفسها تعيش في مكان تحس فيه انها طبيعيه وشبه الناس اللي فيه من غير ما تحس بالتهديد ولا الخوف، وتمارس حياتها الطبيعيه فيه. بعد لما باباها بيسمع الكلام ده بيتاثر جدا وبيوافق. تاني يوم بتجهز حاجاتها وبيوصلها لعنوان المدرسه في الغابه، والطريق كان مقطوع اساسا، وده خلى كلاودين تحس ان هم تايهين ولا حاجه، ويكون ابوها اتلخبط في الطريق يا اما في حاجه تانية حصلت، بس هو كان متاكد ان الطريق ده صح. وبيقول لها ان في وقت ما جه مع مامتها المدرسه ظهر لهم ضوء ساطع في المدخل، وساعتها لما كلاودين بتقرب من اخر الطريق بتتفاجئ بنفق مضيء زي ما باباها كان بيوصف لها بالظبط. ساعتها كانت الفرحه مش سايعاها، بتاخد من باباها الشنط وبتكمل المدرسه لوحدها، بس باباها يحذرها من انه يبان عليها انها نص بشريه ونص مستذئبه عشان تكمل في المدرسه دي عادي. تفضل كلاودين ماشيه في النفق المضيء ده شويه لغايه لما بتوصل لمبنى المدرسه، وبتنبهر بضخامته اللي كان بيشبه قصر او قلعه من العصور الوسطى. وفي المدرسه بنلاقي ان كل طلبه والمدرسين منهم الوحوش اللي ظهروا في كل اساطير، وكان دراكولا كمان جايب بنته دراكلورا وبيوصيها انها لازم تتفوق في المدرسه عشان ابوه وجده اللي لسه عايشين وكانوا تلامذه في المدرسه دي من مئات السنين ما يرجعوش يتريقوا على ان بنته مش شاطره زيهم. وقتها المدير كانت بتتكلم على الاستاذ كوموس على ديوس حفيد ميدوسا، واللي كان شعره كله عباره عن افاع وتعابين وبيحاول اي حد يبص له في عينه مباشره لتماثيل حجريه. والمديره ساعتها بتنادي عليه وبتقول له انها مراقباه وبتحذره من ان هو يعمل اي مشاكل، بس ساعتها ديوس كان لابس ايس كاب على شعره وكان لابس نظارات مخصصه على عينه عشان ما يأذيش اي حد. المديره بعد كده لما بتشوف دراكولا بتروح ترحب بيه وتتكلم معاه، بس هو بيقول لها ان في ممارسات سحريه بشريه بتتم في المدرسه ولازم يعرفوا مين اللي وراها ويمنعوها حفاظا على اولادهم. في الوقت ده كانت كلاودين ماشيه في طرقه المدرسه بتدور على اوضتها، وبتسال جوليا تساعدها في انها تلاقي الاوضه، بس جوليا ساعتها بتقول لها انها تسال المدرسه نفسها وهي حد لها، لان المدرسه دي مدرسه سحريه. وفعلا كلاودين بتسال المدرسه، وفجاه بيظهر باب في الحيطه اللي قدامها وتدخل اوضتها، وبتعرف ساعتها على فرانكي بنت فرانكنشتاين. ويطلع بعد كده ان كلاودين وفرانكي ودراكولا هم الثلاثه زمايل في اوضه واحده. دراكولا بعد كده بتحذرهم ان هم يخبطوا على التابوت اللي بتنام فيه، وممنوع ان هم يدخلوا اي حاجه فيها توم الاوضه، ولما تتقسم الاوضه تعرف كل واحده حدودها فين واولها فين واخرها فين. ولما كلاودين بتيجي ترتب حاجاتها وتطلع صوره ابوها بتفتكر كلامه وانها لازم تحافظ على سرها. تاني يوم بيبدا اول يوم دراسي في المدرسه، وكلاودين وفرانكي كانوا صاحبه بيروحوا يدوروا على الخزنه بتاعتهم، وبيلاقوا ساعتها كليو اللي بتتنمر على فرانكي، وطبيعي طالما مدرسه فيها اي حاجه اجنبيه لازم يكون في متنمرين. المهم انها بتتنمر على فرانكي وبتتريق عليها، فكلاودين هنا بتدخل وبتوقفها عند حدها. ساعتها ديوس كان شايف الموقف ده من بعيد وبيروح يتكلم مع كلاودين ويشجعها انها وقفت في وش كليو بالشجاعه دي، ويتعرفوا ساعتها على بعض وبيحذرها من كليو لانها مغروره وانها شايفه نفسها احسن من الكل وعشان كده بتتنمر على الكل. ساعتها كلاودين بتسمع في المكبر المديره بتنده لها عشان تروح المكتب بتاعها، فبتروح المكتب بسرعه عشان تشوف في ايه. وقتها المديره بتقول لها انها حابه ترحب بيها بنفسها، وبتعرض عليها انها تكون سفيره المدرسه في الحفله السنويه اللي هيعملوها قريب، بما ان مامتها المستذئبه كانت على صداقه بمعظم عائلات الوحوش التانيين. ولما المديره تسالها عن باباها لانها ما ذكرتش اي تفاصيل عنه في الطلب بتاع التقديم، كلاودين بتتوتر وبتكذب على المديره وبتقول لها ان هو فرنسي وان هو مستذئب كامل. في اللحظه دي كلاودين بتلاحظ ضوافرها اختفت وايديها بقت طبيعيه زي البشر تماما، فبتخاف ان المديره تكشفها ولا حاجه. بتخرج ساعتها تجري على الحمام تشوف نفسها في المرايه وتعرف هو ايه اللي اتغير او ايه اللي بيحصل لها، بس وقتها بترجع لطبيعتها من تاني وهي مش فاهمه ايه السبب في التغيير اللي حصل لها فجاه دي. بس وهي خارجه من الحمام حته المدرسه بيتكتب عليها اطردوا الدخيله، زي ما يكون المدرسه فعلا حيه وعارفه وبتراقب كل اللي بيحصل. ساعتها كلاودين بتجري تدور على فرانك تسالها لانها عندها معلومات عن كل حاجه، وفعلا لما بتسالها عن التغير المفاجئ اللي ممكن يحصل للوحوش ويخليهم يتحولوا لبشر، فرانك بتقول لها ان السبب في ده حاله عرضيه
بس مؤقته سببها بس مجرد الخوف. وبعد شويه لما بيدخلوا الحصه بتاعت الاستاذ كوموس بيحكي لهم عن تاريخ المدرسه وانها للوحوش الكاملين وبس، وان كان في نص مستذئب في المدرسه زمان ولما اكتشفوا حقيقته طردوه والبشر طردوه وقتلوه. وبعد الحصه كلاودن بتسال الاستاذ عن تفاصيل اكتر عن الوحش ده، وساعتها بيقول لها ان هو كان قادر ان هو يعمل جرعه سحريه تخليه يتحول لوحش كامل، بس للاسف قبل ما يعرف يستخدمها كان اتطرد من المدرسه. وبيقول لها انها لسه موجوده لغايه دلوقتي في المختبر السري بتاع المدرسه ومحدش عارف يوصل لها اصلا. بعدها بتروح كلاودن على المكتبه عشان تدور في الكتب القديمه عن القصه دي وتعمل عنها بحث. بتلاقي بعد كده مذكرات قديمه اول لما بتفتحها وتيجي تقراها بتحس بحد موجود في المكتبه والنور بينطفي وبينور من تاني. كلاودن بتترعب وساعتها تتحول لبشريه عاديه، وبدان المستذئب بتختفي من شعرها البنفسجي وضوافرها الحاده وانيابها كمان كلهم بيختفوا. في اللحظه دي بتتفاجئ بفرانكي قدامها فبتحكي لها الحقيقه، ولما فرانكي بتشوف مذكرات هايدن نص المستذئب اللي كلاودن كانت بتعمل عنه البحث ده بتكتشف انها مكتوبه بشفره، والحمد لله هي بتعرف تحل الشفره دي من حسن حظ كلاودن، وساعتها بتقدر تعرف مكان المختبر السري بتاعه وبتحدد مكانه على الخريطه بتاعت المدرسه، وبيطلع ان هو موجود في مقبره المدرسه، ولان المنطقه دي محظور عليهم دخولها فبيتفقوا ان هم يتسحبوا ويروحوها بالليل. في الوقت ده كانت المديره استاذ كولوس وجريجور العامل بيحاولوا ان هم يمسحوا الكلمه اللي ظهرت على حيطان المدرسه واللي كانت مكتوبه بالدم، ومش عارفين مين اللي كتبها اصلا، ولغايه دلوقتي مش عارفين ان المدرسه نفسها هي اصلا اللي مسحوره. ساعتها كانت كلاودن وفرانكي داخلين اوضتهم ومستنيين الكل يناموا عشان يخرجوا يدوروا على المختبر السري، ولما بيلاقوه فعلا بيكتشفوا ان هم لازمهم مفتاح معين، بس ساعتها بيحسوا بحد موجود في المكان، ولما بيشوفوا مين بيلاقوها دراكلورا وكانت بتحضر جرعات سحريه، واول لما بتشوفهم بتطلب منهم ان هم يحفظوا السر ده لان ممنوع على وحوش ومصاصين الدماء ممارسه السحر، لان السحر ده هو ممارسه بشريه. ساعتها فرانكي وكلاودن بيوعدوها ان هم ما يقولوش لاي حد اي حاجه، وكمان بيشجعوها انها تعمل الحاجه اللي بتحبها. ووقتها كلاودن بتقول لها على سبب وجودهم في المقبره، وفي الوقت ده دراكلورا بتتفاجئ لانها كانت فاكره ان سرها كبير وخطير، بس لما عرفت سر كلاودن حست براحه نفسيه كبيره قوي. بعدها الثلاثه بيروحوا يجربوا يفتحوا باب المختبر بس مش بيعرفوا، فبيطلبوا ساعتها من دراكلورا انها تعمل لهم الوصفه السحريه تفتح الباب ده، بس المشكله ان هم محتاجين مكونات معينه للوصفه دي. بيرجعوا بعد كده المدرسه عشان يحضروا مكونات للوصفه السحريه، وبناخد بالنا من خيال وحش غامض كان بيراقبهم، وزي ما يكون مستنيين ان هم يفتحوا المختبر باي طريقه. تاني يوم الثلاثه اصحاب بيبداوا ان هم يجمعوا المكونات اللي كان من ضمنها عظم غول، فكلاودن ساعتها بتفتكر ان المديره كانت معاها مج من عظم الغول في مكتبها، فبيتفقوا ان هم يروحوا في الوقت اللي ما بتكونش فيه المديره في المكتب وياخدوا منه حته صغيره بس. ساعتها كلاودن بتدخل المكتب ودراكلورا وفلانكي بيعطلوا المديره على ما كلاودن تخرج من المكتب، بس المشكله ان كليو دخلت المكتب وقتها عشان تسيب تقرير للمديره، وعشان دراكلورا تنقذ الموقف بما ان كلاودن كانت لسه جوه بترمي تعويذه على كلاودن تحولها لنسخه تانية من المديره، وكلاودن بتستغل الموقف وبتزعق لكليو بتقول لها انها لازم تتصرف مع زميلها بطريقه الطف من كده وتبطل انها تتنمر عليهم. وبعد ما كلاودن واصحابها بيكونوا هيرجعوا اوضتهم المديره بتنادي على كلاودن تاكد عليها انها تهتم بالخطاب اللي هتقوله يوم الاحتفاليه، وكلاودن بتقول لها انها محضره لها مفاجاه عنب. بعد شويه كلاودن بعد كده ترجع الاوضه وبتلاقي دراكلورا بتتكلم مع باباها عن طريق صوره كبيره ليهم، ومش بيكلمها في التليفون زي الباقيين يعني، وبيحصل بعد كده بين البنتين حوار وبيقولوا قد ايه ان هم مبسوطين ان هم اخيرا لقوا مكان مناسب يقدروا يتصرفوا فيه على طبيعتهم وما يحسوش بالوحده وعدم الانتماء. ولما بيتجمعوا تاني بيراجعوا المكونات الباقيه الوصفه السحريه وبيكتشفوا ان هم محتاجين سم افعى، وساعتها كلاودن بتعرف هي هتجيبه منين وبتروح تتصاحب مع ديوس وتطلب منه سم الافعى اللي في شعره، وهو طبعا بيوافق على طول عشان يساعدها من غير حتى ما يعرف هي عايزاه ليه اصلا. وبالليل كلاودن وفرانكي ودراكلورا بيروحوا ساعتها عشان يجربوا الوصفه السحريه ويفتحوا باب المعمل السري، بس حتى الوصفه مش بتفتحه. ولما بيجي يرجعوا المدرسه من تاني المديره واستاذ كوموس وقفوهم وبيعاقبوا دراكلورا انها بتمارس السحر بعد لما كليو فتنت عليها. في اللحظه دي جدران المدرسه بتصرخ وتمثال من الحيطه كان هيقع على كليو لولا ان كلاودن بتنقذها في اخر لحظه، وبسبب عقاب المديره لدراكلورا كلاودن بتحس بالذنب وبتقرر انها تسيب المدرسه وتمشي. بس تاني يوم الصبح وهي قاعده جنب الملعب في المدينه بتتفاجئ بدراكلورا وفرانكي جايين يرجعوها المدرسه من تاني ويشجعوها انها لازم ما تستسلمش، بس ساعتها كلاودن بتتعصب وتتوتر وتتحول لبشريه من تاني، وكانت ساعتها سايباهم وماشيه، بس لما بتقع على الارض بياخدوا بالهم ان بصمه ايديها هي نفس البصمه اللي على الباب بتاع المعمل السري، فبيقنعوها ساعتها انها ترجع معاهم وتجرب تاني انها تفتحه بنفسها. وفعلا لما كلاودن بترجع وتجرب تفتح الباب وبصمه ايديها البشريه الباب بيتفتح. بيدخلوا بعد كده يلاقوا ان ده اصلا ضريح لواحد من الوحوش، بس كان في باب سري كده اول ما بيدوسوا على التمثال على الضريح الباب
بيتفتح وبيدخلوا ساعتها المعمل، وكلاودن بتلاقي الوصفه بتاعت هايدن اللي هتخليها وحش كامل، بس لما جت تشربها اترددت لانها بالشكل ده هتمحي كل كيانها البشري وذكرياتها مع ابوها. وفي اللحظه دي بيظهر استاذ كومس اللي كان بيراقبها من البدايه وبيمنعها انها تاخد الوصفه، وبيقول لها انها مش محتاجه تاخدها لانه عارف طريقه احسن من دي تخليها تحس بالانتماء وتعيش حياتها على طبيعتها زي ما نفسها تعيش. بس في الحقيقه هو كان بيخدعها اصلا عشان هو كان عاوز ياخد منها الوصفه ويشربها هو، لان هو نصه بشري اساسا وعاوز يتحول لوحش كامل عشان يدمر المدرسه. وبنعرف ان هو يبقى ابن هايدن نفسه، كان عاوز ان هو ينتقم من المدرسه اللي طردوه منها وبعد كده يخرج للعالم بتاع البشر وينتقم منهم كلهم لان هم اللي قتلوا ابوه. في اللحظه دي الوصفه مفعولها بيشتغل وبيطلع له قرون ضخمه وجسمه كله بيتحول وبيبقى قوي جدا وعينه بتحمر، وبيطلع ان الوصفه دي بتديله قوه خارقه بتخليه يسحب قوه الوحوش التانيين، وفعلا بيسحب قوه دراكلورا وجوهرها الوحشي وبتقع على الارض بعد لما بقت ضعيفه جدا. وعشان البنتين ينقذوا صاحبتهم فرانكي ساعتها بتغفل كوموس وبترمي نترات المغنيسيوم على الماده اللي كانت قدامه على الترابيزه وتتسبب في انفجار بيشتته، فبيخرجوا ساعتها 3 من الباب وبيقفلوا عليه. بس لما بيرجعوا خارجين من الباب بتاع المقبره بيتفاجئوا ان هو قفله بقفل، وساعتها دراكلورا بتستخدم سحرها وبتفتح الباب، وبيتصلوا ساعتها بكليو وبيقولوا لهم على اللي حصل وبيطلبوا منهم المساعده. فده كانوا مؤسسين المدرسه من الوحوش اللي قدام وصلوا عشان الاحتفاليه بتاعتهم، وكانوا قاعدين مع دراكولا والمديره وديوس كان موجود وبيقدم لهم العشاء. ولما كليو تتصل بيه بتقول له يروح على المقبره بسرعه، وساعتها مجموعه كبيره من الطلبه بيوصلوا للمقبره ويساعدوا كلاودن واصحابها. ولما كوموس بيكسر الباب وبيخرج الكل بيتفاجئ بشكله المرعب ده، ولما بيجي يهاجم كلاودن ديوس بيدافع عنها وكان هيحول كوموس لحجر اساسا، بس كوموس كان عارف الخدعه دي وبيغمض عينيه وبيسحب القوه بتاعت ديوس وبيعكسها عليه وبيحوله هو لتمثال حجري. فبتجري كلاودن على ديوس تحاول انها تفوقه بس للاسف مش بتعرف، ومن خوفها وتوترها لحظتها بتتحول لبشريه عاديه. وكليو ساعتها بتلفت نظرها ان دي فرصتها الوحيده انها تتغلب على كوموس لانها الوحيده اللي هتعرف تقرب منه في حالتها دي، لان هي بالتالي ما عندهاش قوه مش عارف يسحب منها اي قوه. وفعلا كلاودن بتقرب منه وتخليه يبص لانعكاسه في التليفون وبيتحول في لحظتها لتمثال حجري. والقوه السحريه اللي سحبها من دراكولا وديوس بترجع لهم من تاني، وفي اللحظه دي المديره بتوصل هي ودراكولا وبيعرفوا باللي حصل، وكلاودن بتقول لهم على الحقيقه. تاني يوم بيستدعوا باباها والاول مره بيدخل المدرسه بشري، بس في الوقت اللي كانت كلاودن فاكره انها هتبقى مطروده وهتسيب المدرسه بتتفاجئ ان المديره بترحب بيها كطالبه معاهم بعد لما عرفت ان المشكله كانت في كوموس اللي ما كانش بيتمتع بروح وقلب وحش، وبتقول لها ان مامتها اكيد هتكون فخوره بيها. وطالما وصلت بالصحاب لحد هذه النقطه فاحب اقول لك ان توته خلصت الحدوته. وما تنساش سبسكرايب لايك كومنت شير وتعمل فولو على الانستجرام وتعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو كاتب السكريبت ده، وتخش على جوجل ميمز مين امي على الفيسبوك وتعمل ابو الصحاب سبسكرايب لبقيه القنوات بتاعتنا الجامده فشخله. عندك حدوته مصريه، حدوته انمي، عندك حدوته جامده، عندك حدوته جيمنج، عندك قناه كمان حسن فهد اللي هي القناه الخاصه بيا. وبس كده يا عم الحاج، اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.